في النور الحقيقة تبان. سعدني ويشرفني أن أعلن نتيجة الاستفتاء الذي أجري بصغارة جمهورية مصر العربية في المملكة الهولندية، وهي كالآتي: بأنه عدد المشاركين 749، عدد الأصوات الصحيحة 748، عدد الموافقين 735، وعدد الغير موافقين 13، وعدد الأصوات الباطلة صوت واحد. حاجة جميلة جدا، وألف مبروك للشعب المصري، وتحية للجالية الهولندية كلها اللي هنا اللي جم صوتوا بنعم واللي جم صوتوا بلا بردك يعني ألف مبروك للشعب المصري العظيم كله. يعني أنا أول مرة أنتخب، وكنت لازم أجي أنتخب لأن ده أهم دستور لمصر ونقلة مصر، فيعني بهني الشعب المصري كله على الدستور ده، ولازم كله لازم ينزل ينتخب، ده مهم جدا. ده افضل يوم في تاريخ مصر، لان الدستور ده دستور مصر للنهارده وبكره، والاجيالنا كلها واولادنا في الاجيال اللي جايه كلها الدستور ده بيهمها، لان ده هو تاريخ مصر وحضاره مصر. الحمد لله في هولندا النهارده وصل نسبة التصويت أكثر من 98%. نتمنى أن كل أوروبا وكل دول العالم المصريين الموجودين فيها تكون النسبة بهذا المثل، وأتمنى أن في مصر كمان أن الانتخابات أو الاستفتاء على الدستور توصل النسبة لهذا المتوقعة لحاجة زي كده. أنا أوجه رسالة لكل المصريين مسيحيين ومسلمين وكل البشر اللي في مصر إنه يروحوا الانتخابات ويقولوا نعم.